أهلا بكم. الفاف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعلن رسميا ضم حارس مرمى غرناطة إسباني وابن زين الدين زيدان لوكا زيدان كحارس مرمى جديد للمنتخب الوطني الجزائري. وقد كان لوكا زيدان بطلا لأوروبا مع المنتخب الفرنسي لأقل من 17 سنة، ولعب مع فرنسا في مختلف الفئات السنية إلى غاية منتخب أقل من 20 سنة، وهو اليوم يطرق أبواب المنتخب الجزائري، وسيمثل ألوان الجزائر بداية من مباراتي الصومال وأوغندا ضمن ختام تصفيات مونديال 2026. مهدي دورفال رفيق بلغالي ورفيق مصالي جديد تربص المنتخب الوطني الجزائري شهر أكتوبر المقبل، ومباراتي الصومال وأوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 حسب موقع لاكازا دي فيناك. فلاديمير بيتكوفيتش ينوي التغيير في الحرس القديم وذلك بداية من تربص أكتوبر. مهدي دورفال الظهير الأيسر والأيمن لنادي باري الإيطالي سيكون جديد المنتخب، كذلك رفيق بلغاري الظهير الأيمن والمنتقل حديثا لنادي هيلاس فيرونا سيتواجد في القائمة. وأخيرا رفيق مصالي الظهير الأيمن ولاعب وسط تولوز سينضم للقائمة. سمير شرقي مدافع باري اف سي هو الآخر على رادار الفاف حسب موقع لاغازيت دي فيناك. لا تنسوا رأيكم في التعليقات وشكرا.